صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب دايما تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. كل سنة بقى وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. يا رب كده يجعلها سنة سعيدة علينا يا رب كلنا، ونحقق فيها اللي احنا بنتمناه. وتكون سنة كده سهلة وما فيهاش يعني تعب، ولا حد يشوف تعب ولا مرض يا رب. وكلنا كده نحقق فيها اللي احنا عايزينه. ويا رب كده بقى ايه تكون سنة يعني تكون سنة سهلة كده من الغلو اللي احنا بنشوفه ده بصراحة. اول حاجة بقى كده النهاردة حبيت ان انا اعمل لكم روتين كده في شقتي، بعيدا بقى عن اللي احنا بنعمله في بيت حماتي وكده. يعني قلت افصل بقى النهاردة كده عن اللي احنا بنعمله في البيت الجديد وكده. فالنهاردة بقى قلت اصور لكم روتين كامل في شقتي. طبعا انا ما عملتش الروتين ده من زمان، فحبيته بقى ان انا اعمله لكم من النهارده. حبيت بقى كده النهارده الصبح قلت بقى كده ايه افتح الشبابيك. يعني بصراحه بقى لي يومين ما فتحتهاش بسبب ان احنا كنا بقى بنصب يعني من الشارع اللي ورا. فطبعا ناس بقى واقفه وكده، وناس ما كنتش فاضيه اصلا لشقتي خالص اليومين اللي فاتوا دول. كنت طبعا بروق برضو شقتي وبنضف السراير وكل حاجه، بس ما كنتش بفتح الشبابيك برضو، ولا كنت ايه مهتمه قوي، لان احنا كنا بنصحى الصبح نعمل بقى ايه نوضب الاكل بقى للناس وكده. فانا قلت بقى النهارده ما وريناش اي حاجه خالص في البيت الجديد يعني وكده، ما بنعملش اي حاجه، ما عندناش شغل. فقلت بقى النهارده اشوف بقى ايه اللي ناقصني في الشقه واعمله. انا بصراحه كانت شقتي يعني نظيفه وكل حاجه ما فيهاش حاجه، لان انا كنت كنساها ومسحاها قريب. فقلت بقى النهارده افتح بقى الشبابيك كده واشوف ايه اللي ناقصني، لان انا بصراحه بتضايق جدا فكره ان انا ما مفتحش الشبابيك كل يوم دي. فبقالها يومين كده بالظبط ما فتحتهاش، فقلت لا النهارده بقى بما ان مفيش حد يعني يعني ما عندناش شغل، ولا حد مثلا هيبقى في موجود ورا او كده من الشارع اللي ورانا يعني. فقلت لا افتح الشبابيك النهارده كده بقى ايه، واحط كده البطاطين في الشبابيك تتشمس. وبصراحه قلت كمان ان الشمس النهارده طالعه حاميه، فقلت هتبقى حلوه قوي للبطاطين ان انا احطها في الشبابيك، وما اطلعهاش يعني البلكونه ولا حاجه، احطها في الشبابيك وخلاص. اعذروني يا جماعه لو انا صوتي يعني رايح شويه او مش واضح، عشان انا بجد يعني واخده شكلي كده، واخده دور برد جامد يعني، خاصه في زوري. فاعذروني كده بقى لو الصوت يعني متغير او كده. انا بقى كده بعد ما خلصت اوضه الاطفال، روقت كده السراير ونفضتها وفتحت الشبابيك وحطيت كده البطاطين في الشباك. قلت بقى روق برضو اوضه النوم دي، لان ولادي كانوا نايمين فيها برضو امبارح. الظهر كانوا نايمين فيها امبارح الظهر كده برضو ما روقتهاش. فقلت بقى كده ايه انضفها النهارده وافتح الشبابيك برضو، واحط فيها كده ايه الحفه بتاعتهم اللي هي بتاع الاطفال دي. قلت برضو احطها تشمس بالمره، وافتح برضو اوضه النوم كده. جبت بقى النهارده سمك، وقلت اعمل سمك في الصينيه، اللي هو سمك في صلصه مدسوس يعني. وقلت بقى برضو اعمل رز مدسوس جنبه. بصراحه ما عملتش السمك ده من زمان، بقالي فتره طويله قوي ما عملتش السمك اللي هو في الصينيه ده. فجاه كده لقيت نفسي هفف عليا بصراحه. ولادي برضو جوزي بيحبوه، فقلت انا اعمله النهارده، مش لازم بقى اشويه او اقليه، يعني كل مره اجيبه قلي اشويه يقليه. فقلت لا اغير النهارده كده واجيب سمك روسي واعمله بقى ايه في الصينيه. بصراحه كان طعمه جميل جدا وكان حلو قوي، وما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. جبته بقى كده ونضفته. وقلت برضو لحماتي لو انتي عايزه مثلا اعملهولك برضو كده قلت لها ان انا هجيب سمك وكده واعمله في الصينيه، فقالت لي تمام ماشي مفيش مشكله، خدي لي واعملي لي معاكي. بصراحه كان طعمه حلو قوي. جبته النهارده بقى كده ايه ونضفته، قلت انضفه وانقعه كده واسيبه شويه يتنقع كده بالليمون، وبرده حشيته كده بالدقه عادي كاني هقليه عادي. وسبته بقى كده شويه يا عم بقى اعمل الرز. عايزاكم تعذروني يا جماعه بجد ان انا بقالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات. بس كان عندي مشكله في الفون بتاعي. يعني انا المفروض ان انا كنت جبت تليفون جديد وصورت بيه كمان، بس ما حصلش نصيب برضو، رجعته برضو ما خدتوش، لقيت فيه مشكله وما خدتوش. ففضلت بقى طول الاسبوع ده لسه ما كانش معايا فون اصور بيه. لان التليفون اللي كان معايا الشخصي يعني كانت مش قادره اقول لكم المساحه بتاعته كانت خلاص هتنفجر، يعني ما فيهوش صوره كده ان انا احطها عليه. فانا قلت لا لازم أنا اجيب فون جديد علشان خاطر يبقى خاص كده بس بالتصوير وكده.
فالحمد لله جبته، فان شاء الله هوريكم فيديوهات يعني الفتره اللي جايه. فناس كتير تدخل تقول لي ما عملتيش فيديوهات بقالك اسبوع ولا كده، بس والله بجد غصب عني يعني مش بمزاجي. فانا الحمد لله جبت بقى الفون اهوت، وان شاء الله هوريكم فيديوهات الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه. انا هو خلاص بقى عملت السمك وقطعته زي ما انا قلت لكم، وهحشيه وهعصر عليه بقى كده ليمون، واسيبه بقى كده ايه يتنقع براحته خالص لحد ما اعمل الرز المدسوس. عايزه اقول لكم ان هو بيبقى حلو قوي قوي لما نعمل جنبه رز اللي هو المدسوس اللي هو باللبن ده. يعني هو بيبقى حلو برضو مع اي رز سواء بالشعريه او كده، بس هو بيبقى حلو قوي مع رز المدسوس. انا بقى نضفت كده الحوض، شلت من عليه بقى كده الزفاره وغسلته برضو، قلت عشان ايه اعمل الرز كده ايه على نظافه. وسبت بقى ايه السمك كده زي ما قلت لكم يتنقع بالليمون وحشيته كده بالدقه. قلت بقى اوضب الرز الاول، بعد كده ابدا بقى اجهز للسمك لتتبيله يعني السمك وكده وخلطه السمك. قلت بقى اعمل صينيه رز صغيره، مش هعملها كبيره ولا حاجه عشان انا مش عايزه حاجه تبات. فقلت هعمل صينيه رز صغيره خالص. جبت بقى كده الرز، وطبعا لازم اغسله كويس قوي علشان مثلا لو في اي عفرايه اي مثلا حصويه مثلا عدت مني من وانا بنقيه فتطلع، فلازم نغسله كويس قوي. بجد يا جماعه السقعه السنه دي غير يعني، بجد الدنيا ساقعه يعني ما فيش شتاء، بس الدنيا حقيقي برد برد بطريقه وحشه يعني. ان انا بجد مش قادره اقول لكم ان انا مش عارفه اتكلم، اقسم بالله زوري حقيقي رايح خالص، يعني بتكلم بالعافيه والله العظيم. المهم يا جماعه ان انا كنت عايزه اتكلم في موضوع في موضوع الغلو اللي احنا بقينا فيه. حقيقي بجد ان الحاجات بقت بتغلي الضعف. يعني الناس كلها بجد بتشتكي من الموضوع الغلو في كل حاجة، في كل حاجة الحاجات غلت يعني، من سلع للحمة لفراخ لبيض كل حاجة بطريقة بصراحة يعني غلت بطريقة وحشة. احنا كل الناس بجد بقت تعبانة بسبب الموضوع ده. فانتوا برضو يعني قولوا لي رايكم كده مثلا. يعني الدنيا مثلا ماشيه معاكم ازاي؟ يعني انا يمكن انا بس مثلا اللي بشتكي ولا ايه؟ في حاجات بجد بقت بتغلي بطريقه مش طبيعيه. يعني احنا هنفضل بجد لحد امتى في الموضوع ده؟ احنا طبعا على طول بنقول الحمد لله الحمد لله، ربنا بس يديمها. يديم الصحة ويديم ان احنا مثلا عندنا متوفر عندنا مثلا الحاجات دي حتى لو غالية، بس في ناس بجد تعبانة بسبب بسبب الغلو ده. احنا كل الناس بقت بتتكلم في كل حاجة، اللي مثلا كان ليه في اللي بيتكلم واللي ما كانش ليه بقى كله بيتكلم على اللي بيحصل. فاحنا بجد بجد حاجة صعبة. فاحنا ندعي كده يا جماعة، بجد ندعي، لان احنا ملناش غير ان احنا ندعي لربنا، لان هو الوحيد اللي قادر يسمعنا ويفهمنا وعارف ظروف الناس وعارف احوالنا وعارف كل حاجة بتحصل على الارض. فبجد احنا يعني كلنا ندعي ان ربنا كده ايه يسهل لنا امورنا جميعا، ويهدلنا كده الحال والدنيا كده ايه ترجع تتظبط زي الاول. احنا بحقيقي كل حاجة مثلا بنقول ان هي غلط، يا رب بس تفضل تثبت على كده. يعني احنا دايما بنقول مثلا الحاجة اللي تغلى نقول يا رب بس تثبت على سعرها اللي هي غلت بيه ده. لا نسمع بعدها باسبوع ان الحاجات رفعت تاني. طب هي تفضل في الرفع ده لحد امتى يا جماعه يعني؟ يلا الحمد لله ده اللي اقدر اقوله. زي ما انتم شفتوا بقى كده، خلينا بقى كده في الروتين بتاعنا وبلاش الكلام اللي هو السياسي ده. والله العظيم بجد يا جماعه مش سياسي ولا حاجه، بس حقيقي كل الناس بقت بتتكلم من غلبها من قله الحيله بس. فانا برضو حبيت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده واشارككم ان احنا كلنا بنتكلم على الغلو ده، وبنتكلم على الدنيا بس ماشيه معانا ازاي. فربنا يا رب يسهل امورنا جميعا ويرحمنا كده ايه برحمته. زي ما انتم شايفين بقى اهوت، انا كنت وضبت كده للدس الرز يعني المعمر وكده. كنت غسلت الرز وقلبته كده بالملح وحطيت عليه لبن. انا كنت عندي لبن مخزناه كده في الفريزر. فطلعت بقى كيس كده على قد الصينيه الصغيره دي. انا كنت عامله يعني لما بحب اخزن اللبن بحب ان انا اعمل اكياس صغيره واكياس كبيره.
بحيث ان انا مثلا لو كبرت مثلا صينيه، اطلع مثلا كيس كبير. لو عايزه مثلا اعمل صينيه صغيره اطلع الكيس الصغير. لو حبيت مثلا ان انا اطلعه عشان اغليه للاولاد او كده، برضو بحب ان انا اطلع الكيس الصغير عشان ما فيش لبن يبات. بحب كده ان انا اغلي اول باول. فانا بشكل كده لما باجي مثلا ان انا اخزن اللبن، بعمل كيس كبيره وكيس صغيره. فانا دلوقتي بقى هو بعد ما هو كده ايه يعني الرز غلي وشرب كده اللبن بتاعه، فقلت بقى يطلع كده ايه ان انا احط عليه بقى الزيت والسمنه علشان يكمل كده ايه السوا بتاعه. كنت برضو جهزت كده على ما الرز كان شرب اللبن بتاعه وحطيته في الفرن يعني وكده. كنت عملت بقى كده ايه كنت عملت البصل ووضبت كده ايه للتتبيله بتاعه السمك او الخلطه بتاع السمك. برضو حطيت كده بقى الرز في الفرن تاني علشان يكمل سواه. طبعا وطيت عليه خالص بقى وطفيت الشوايه اللي هي من فوق دي. طبعا لما بنحط الدسم في الاول بنشغل عليه الشوايه من فوق، وبنشغل عليه برضو كده ايه الفرن من تحت جامد، يعني بنشغله على اعلى سرعه علشان يغلي معانا على طول ويعمل لنا الوش الجميل ده. بعد كده بقى لما بيشرب اللبن بتاعه ويبدا ان هو يستوي، بطفي عليه الشوايه خالص وبهدي من تحت جدا. بهدي برضو على اهدى سرعه خالص. زي ما انتم شايفين بقى، هو بقى برضو بوضب بقى كده للخلطه بتاع السمك. قطعت كده بصلتين كبار او 3 شرايح، وقطعت كمان كده فلفل الوان. يعني مش شرط فلفل الوان، بس انا كان متوفر عندي يعني فلفل الوان وكده، فحبيت كده ان انا اشكل. وبرده جبت كده جزرايه وبشرتها وتوم طبعا. وحطيت بقى كده كله كده على بعضه. لا، عملت كده البصل الاول، يعني حطيت زبده وزيت. وسبتهم كده بقى ايه يعني يقدحوا براحتهم. وحطيت برده كده ايه البصل بعدها، يعني يا دوبك كده ان هو البصل يعني يندى زي ما بيقولوا كده، حاجه بسيطه مش يصفر، لا يعني يندى كده حاجه بسيطه، او يبدا ان هو يدخل في السوا بتاعه. اقوم فرم عليه على طول التوم، واقلبهم برضو كده في بعض لحد مثلا كده ايه ما يصفروا بقى. يعني يصفروا كده اللي هو برضو حاجه بسيطه، مش يتحرقوا ولا حاجه او ان هم يتحمروا قوي، لا يصفروا بس كده حاجه بسيطه. وبعد كده نقوم حاطين عليه بقى كده ايه نقوم حاطين عليه بقى كده الفلفل والجزر برضو علشان يتبلوا برضو هم على النار، ويلحقوا ان هم يستووا. علشان طبعا مش هيلحقوا يستووا في الصلصه لو حطيناهم كده ايه مع الصلصه. لا، لازم نحطهم كده على البصل وعلى الثوم، ونسيب الخلطه دي كده كلها مع بعضها مع التوابل تتعامل مع بعضها بقى، يعني تتبل كده مع بعضها، او ان هي تستوي كده ايه حتى على الاقل نص سوا. يعني تستوي كده نص سوا ونحس ان هي كده ايه الفلفل استوى كده ايه نص سوا. بعد كده نحط الطماطم ونقلبها برضو. طبعا احنا كنا حاطين التوابل والملح بتاعنا وكل حاجة مع البصل ومع كده ايه الفلفل والجزر وكده والخلطة بتاعتنا الاولانية. وبرضو كنت حمرت كده السمك. زي ما قلت لكم ان انا كنت حاشيه برضو كده دقه. وقليته برضو. طبعا احنا بنحمره يعني يا دوبك كده مثلا نص كده سوا، علشان طبعا لسه هيغلي بقى في الصلصه وكده. فمش عايزينه ان احنا نحمره تحمير كامل، لا يا دوبك كده ان احنا نحمره نص سوا بس، عشان خاطر لما يغلي معانا في الصينيه وكده ويغلي في التتبيله بتاعته او في الصلصه بتاعته، ما يتهريش بقى ونيجي نطلعه كده يبقى مهري. لا، نطلعه كده القطعه بقطعتها. تمام. فعشان كده لما نيجي نحمره نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحمره كده ايه نص سوا. وده طبعا الرز اهوت شايفين عمل وش حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا من جماله اقسم بالله عماله اكل فيه. شايفين الصينيه يعني متاكل منها، انا عماله رايحه جايه كده عماله اكل فيه، ما قدرتش بصراحه استنى. وادي السمك برضو كان حلو قوي. حطيته كده برضو في البوتاجاز كده، خد وش جميل قوي كده من فوق. واتحمر بقى من فوق وكان طعمه حلو قوي. اليوم بقى انتهى بعيد ميلاد روما. روما الجميلة كان عيد ميلادها، تمت ال7 سنين. يا رب دايما كده اشوفها احسن البنات وتكبر كده واشوفها كده ايه عروسة يعني. كان عيد ميلاد كده خفيف بسيط. ما فيهوش بقى يعني مهرجانات او كده. حبينا ان احنا نحتفل بيه يعني بسيط كده. لان احنا طبعا يعني احنا مش فاضيين بصراحة، فقلنا كده نحتفل بيه احتفال بسيط. كل سنة وانت طيبة يا احلى روما.